اسكتلندي ده ومحمود تريزيجيه من اللعيبه المميزه جدا في نص الملعب. عايز بس ماتشات كتير عشان يقدر يعني ياخد بقى يخش في فورمه الماتشات ويبدا يطلع امكانياته. انا شايفه لعيب كويس جدا من اللعيبه الحريفه اللي بتقدر تبني هجمه وتقدر تروح للمرمى المنافس بسهوله. ازيك يا تريزيجيه؟ الحمد لله يا كريم، عامل ايه؟ اخبارك يا نجم؟ الحمد لله يا كريم، تمام والله. يعني نقدر نقول لك جود جيم امبارح، مباراه جيده مع النادي الاهلي، ولكن انا عارف مع الماتشات والمشاركه المستوى هيبقى افضل يا تريزيجيه. طبعا الحمد لله لسه بدايه، واللعيبه الصغيره كلها لسه عندها كتير، وان شاء الله اللعيبه ان شاء الله الصغيره كلها عندهم كتير للنادي هيقدموا باذن الله. تريزيجيه يعني انت لسه في السن الصغير وما شاء الله بدات تاخد شكل، يعني تشارك الفتره اللي فاتت كابتن محمد يوسف بيديك الفرصه وجاي لك عروض. يعني كنت بتكلم قبل كده ان جاي لك عرض من انجلترا من نادي نوتنغهام فورست. قريت النهارده وعرفت خبر ان في نادي سيلتيك الاسكتلندي، ونادي سيلتيك من الانديه الكبيره جدا في اسكتلندا. ليه عايز تحترف دلوقتي وليه مش يعني لما جات لك الفرصه مع النادي الاهلي ما تمسكش في الفرصه وتكون موجود؟ طبعا الواحد ليه طبعا الشرف كبير طبعا اللي هو بيلعب في النادي الاهلي طبعا وبيلعب اساسي وكده. بس انت عارف يا كريم دلوقتي الكوره في مصر حتى الكوره شغاله، بس الكوره مش ماشيه كويس يعني. مش منتظمه يعني. نفسي وانا صغير اجرب الاحتراف، وان شاء الله انا هبقى عامل حاجه كبيره لمصر. لو وصلت ان شاء الله بس بره باذن الله اعمل حاجه كبيره لمصر ومنتخب مصر، واما ارجع على الاهلي باذن الله طبعا باذن اكيد طبعا. العروض دي حقيقيه كلها سيلتيك ونوتنغهام فورست، وبرضه عارف ان في عرض ثالث. العرض الثالث منين؟ كان بولتون الانجليزي، فرقه بس انا الوكيل بتاعي كان قاعد مع نوتنغهام وسيلتيك وبولتون، فكان ناقص رغبتي بس ان انا اقول عايز اروح انا والنادي. فانا قلت لهم رغبتي ان انا اروح نادي سيلتيك ان شاء الله، وهم يبعتوا الفاكس للنادي وان شاء الله النادي يوافق باذن الله واجرب تجربه الاحتراف باذن الله. طب ما تروح الدوري الانجليزي احسن. يعني الدوري الاسكتلندي مش من الدوريات القويه. نادي سيلتيك نادي كبير وبيلعب تشامبيونز ليج وكل حاجه، ولكن انديه نوتنغهام فورست وبولتون فرق قسم تاني، ولكن الدوري الانجليزي اقوى شويه. تريزيجيه هتظهر هناك والعين هتبقى عليك اكتر في انجلترا. صح طبعا يا كريم، بس هو دلوقتي سيلتيك المدير الفني بتاعه هو اللي عايزني. اللي هو المدربين بتوعهم اما بيمسكوا فرق كويسه. يعني هم بيروحوا يعني، فالمدرب هو اللي عايزني، فده يعني اللي خلاني يعني رغبه مشتركه منهم ومنك يعني. فهم المدرب قال انا عايز اللاعب ده عشان عنده 2 لاعيبه مشوا، فقال اللي يعني هيبقى مكانهم وهحتاجه تريزيجيه اللي هو في النادي الاهلي بتاع كاس العالم بتاع ماتش المكسيك. هم شافوك يعني في ماتش مونتيري المكسيكي. في كاس العالم، وشافوني في الدوري متابعيني يعني. طب انت اتفضل يا تريزيجيه. هو متمسك بيا، فدي حاجه طبعا كويس، حاجه طبعا كويسه. فانا عايز اروح دلوقتي سيلتيك متشافه طبعا تشامبيونز ليج وكده، وفريق بيودي الفريق الاكبر. ايوه يعني محطه هتبقى ماشيه معاك كويس. يعني حتى انا رحت نوتنغهام وما حصلش نصيب، هيبقى درجه ثانيه برضه متشافه. انما سيلتيك هيبقى فريق كبير، اروح حاجه احسن باذن الله. طيب اتكلمت مع النادي الاهلي او اتكلمت مع كابتن محمد يوسف في موضوع انتقالك او عروض جايه لك الفتره دي ولا لسه؟ والله يا كريم انا كنت مكلمهم من ساعه ما كان جالي نيس ونوتنغهام، وكان جالي اياكس، كان جالي فرق كتير. وكان النادي يقول لي اقعد عشان محتاجينك دلوقتي، وعشان الدوري وعشان بطوله افريقيا وكده. فانا ما كنتش بتكلم، بقول لهم حاضر، وكان العرض بيروح مني على طول، وكانوا بيجيبوا لي عيال مكاني وانا ما كنتش بتكلم ولا حاجه خالص. فانا كان كابتن هادي وكابتن سعيد وكده قال لي في شهر 1 ان شاء الله لو جالك حاجه كويسه هنمشيك. فان شاء الله باذن الله العرض ده يبقى كويس، والنادي باذن الله يوافق وانا اجرب تجربه الاحتراف دي. طب العرض الرسمي النادي سيلتيك الاسكتلندي هيوصل امتى للنادي الاهلي يا تريزيجيه؟ ان شاء الله بكره او بعد باذن الله بالكتير. انت هما بيبقوا مخلصين على طول يعني. مثلا هيبقى ان شاء الله لو بعتوا لي بكره يعني عايزين الرد على طول عشان يبعتوا لي يخلصوا لي ورقي على طول. هو العرض ب 500,000 يورو فعلا للنادي الاهلي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طب عندك يعني تاكد ان النادي الاهلي هيوافق ولا لسه هيبقى فيه مفاوضات؟ هو طبعا النادي الاهلي يعني باذن الله يوافق، باذن الله كريم يعني ربنا يكرم باذن الله يوافق، والواحد يطلع يعمل حاجه باذن الله كويسه. مسافرين الكويت بكره ولا مش مسافرين؟ في كلام كتير على ماتش الكويتي. لا والله احنا لحد دلوقتي عندنا تمرين بكره الساعه 4 يعني، ما فيش خبر ان احنا عندنا سفر او ماتش مع الداخليه، لسه ما فيش خبر بحاجه يعني. يعني سفريه الكويت هتتلغي ولا انتوا المعلومه اللي عندكم اللي انتوا المعلومه اللي عندنا تمرين بكره الساعه 4. ولو كان في سفر كان هيبقى الساعه كام؟ السفر كان هيبقى بالليل. تمام. التدريب في النادي الاهلي في الجزيره يعني. ان شاء الله الساعه 4، ولو في سفر يبقى سفر بالليل، لو ما فيش فمش هنسافر بقى نقدر نتمرن.
بالتوفيق يا تريزيجيه. انا عايزك بس تتمرن كويس وتركز مع النادي الاهلي. العرض جه ما جاش، او يعني انت زي ما بتقول بتاكد اللي هو هيجي، انت برضو لازم تكون في يعني فورمه كويسه، سواء كملت مع النادي الاهلي او انتقلت للدوري الاسكتلندي، تكون يعني منتظم في التدريب ومركز بشكل كويس عشان تركيزك مع الاحتراف ما ياثرش عليك هنا مع النادي الاهلي في الدوري المحلي. طبعا يا أستاذ كريم، ده طبعا ده حاجه يعني زياده الاحتراف وكل حاجه، ده حاجه، بس تركيزي في النادي وتمرينه وكده ده حاجه ثانيه. الحاجات دي بره الملعب. جوه الملعب بتنسى كل حاجه، بتنسى ابوك وامك اخواتك، تنسى اي حد. لا اوعى تنسى ابوك وامك، خلي بالك يعني في الملعب. في الملعب بس مفيش مشكله. بشكرك يا تريزيجيه وكل سنه وانت طيب وبالتوفيق ان شاء الله. ويعني عرض سيلتيك الاسكتلندي نادي كبير جدا في اسكتلندا، من الانديه اللي بتلعب دايما تشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا. في نفس الوقت خلي بالكم يعني الناس اللي هتتكلم يقول لك يا عم 500,000 يورو قليل، لا 500,000 يورو مش قليل. لو ضربته 500,000 يورو في 7 جنيه في 9 جنيه دلوقتي ونص، يعني هنخش مثلا في 4,600,000 4,700,000. دي الاسعار اللي بتدفعها الانديه الاوروبيه بالنسبه للعيبه الصغيرين.